بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بحضراتكم. الفيديو اللي بصوره ده اللي قدام حضراتكم ده رخامة جلالة فص راكبة من 12 سنة تقريبا، وكنت أنا اللي عاملها. طيب بتتغير ليه؟ زي ما حضراتكم شايفين عامل التعرية مش بتخلي حاجة في الرخامة على حالها. والشاهد هنا اللي خلاني أصور الحوض طبعا اتكسر مع الوقت 12 سنة، بس مش بتتغير علشان الصنعة، بتتغير علشان معامل التعرية بهدلت الرخامة. وساعتها كان الاختيار ان تعمل حاجة تتماشى مع شقة ايجار في الوقت ساعتها، يعني من 12 سنة اكيد، يعني كان ايه تفكير كان مختلف. بس انا مش بأصر على رأيي، اللي بيقول لي على حاجة بقول له الصح بتاعي وبعدين اعمل له الصح بتاعه، لان هو اللي بيدفع. يعني بضطر اسفا انصاع لآرائه على حسب البادجت النقدية. يعني هنا بعد ما شلت الوزرة كان ده الشاهد ان انا اصور الاسمنت ابيض. الاسمنت مش مسرب مية على مدار 12 سنة، والوزرة نضيفة وظهرها نضيف، وبرضو الوزرة ما كنتش بشطفها، بسيبها سليمة. اسمنت في الحيطة واضح خالص اهو ان هو ابيض. ده اكبر دليل ان الصنعة تمام، رخامة عدى عليها الزمن، بس مفيش حاجة اسمها تسريب طالما راكبة في الحيطة. الحوض نفس الكلام، كان راكب بأسمنت أبيض. دلوقتي بحط كله برضو، وفي أوقات كتير برضو بحط أسمنت أبيض. ده الشاهد وده المقصد من الفيديو. هنا بعد ما شلت الرخامة كسرتها طبعا عشان أفكها، قطعت وفكتها وكسرت الأسمنت الأبيض اللي موجود، وهركب الرخامة دي مكتوب عليها كيمو دي. دي برضو كنت أنا اللي عاملها للحاج محمد، اللي أنا كنت عملت له في شقته اللي في الساحل، وعملت لبناته وعملت لابنه ان شاء الله برضه. يعني بعمل لهم على طول الشغل ان انا اعرفه واعتبره زي عمي من اكتر من 25 سنة. الرخامة دي كنت اعملها له في شقته، هو قال لي لا هنغيرها الرخام المصري وهنعمل رخام اسود جالاكسي، وصورته قبل كده. ففكينا دي وحطيناها فوق السطوح وخدناها عشان نحطها في الشقة اللي هي ايه بتتأجر دي. وزي ما حضراتكم شايفين الرخامة ركبتها، وبرضه كنت انا اللي لازق الحوض، بس كنت لازق الحوض ده بكله تخانه برضه ملزوقه تمام التمام 10/10، مفيش تخانه فكت، مفيش اي حاجه اتأثرت. هي ده شكل الرخامه برضه تقريبا. دي بقالها مثلا بتاع 7 8 سنين، او برضه تاني زي التانية برضه ممكن كانت بتبقى برضه من 12 او 10 سنين في نفس الوقت بتاع الجلالة، بس دي بتعيش. الحوض كان اكبر، الرخامة زي ما حضراتكم شايفين، الجرانيت شاي زي ما حضراتكم شايفين. مفيش أبلغ من الدليل لما يكون متصور. الدليل مش كلام، مش إنشا، لأ، ده أنت بتشوف بعينيك. ليه الحكاية بكلم فيها وبعيد وازيد فيها؟ لأن المطبخ ده الست بتقعد فيه أكتر وقت ممكن. يعني إحنا ممكن، أنا راجل كشغال بخرج من البيت بروح باجي، العيال بيروحوا مثلا الدروس، بيروحوا بيكبروا راحوا كلياتهم بتاع. الست لازم بتعمل اكل للكل، لازم تبقى موجودة في المطبخ بصفة دايمة، واكتر تقريبا من 3/4 وقتها في المطبخ. حتى لو ما كانش بتطبخ فبتغسل، مش بتغسل، بتجهز، بتخزن. دي الفكرة، ده اللي انا واصل لي. يعني انا مش موضوع ان انا ايه بحط رخام وخلاص، انا ببقى عايز اعمل حاجة تعيش ما يحصلش منها مشاكل بعد كده. ده كل المقصد من الفيديوهات اللي انا بعملها، ومركز على جزئية بسيطة أنا متميز فيها أوي، اللي هي التشطيب. غير كده السلالم والحاجات دي كلها بعملها برضو، بس ده بيبقى من أشد هواياتي، غير إنها صنعة، إن أنا بعمل حاجة تعيش وحاجة تخدم بجد. أرجو إن أنا مكنش طولت والفيديو فيه رسالة كويسة جدا، إن أنت تعمل خامة نظيفة وصنعة نظيفة. دمتم في أمان الله،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.